احلى طشتين في الدنيا هي طشة القلقاس وطشة الملوخية. دي طشة القلقاس، عايزة اقولك ان القلقاس من احلى الاكلات اللي ممكن تتاكل سواء في الصيف او في الشتاء. رائعة جدا. طبعا بستخدم فيها سلق، ولو ما لقيتش سلق بستخدم كزبرة بس، يعني ده معمول بالسلق والكزبرة. في اخر الفيديو هوريكي بالكزبرة بس. بس عايزه اقولك معلومه على الماشي كده على السريع: ما تسويش القلقاس بتاعك قوي عشان تبقى الشوربه بتاعتك خفيفه وتبقى لونها اخضر وحلو. لو سبتي القلقاسه تستوي قوي هتبقى لونها الشوربه هتبقى فاتحه، وفي نفس الوقت هتبقى مهريه وطعمها مش حلو قوي، هتبقى الشوربه تقيله قوي زي البطاطس المهريه كده. ده اللي انا اقصده، ان القلقاسيه تبقى كده قطعه على بعضها جميله، وانت بتاكليها تحس بطعمها وطعم الزبده كده فيها، وكمان الشوربه تبقى لونها رايق وجميل كده وطعمها جميل. مع سلام بقى لو معاها ورك فرخه زي كده وبولة رز بشعريه. كمان عملته باللحمه بس من غير سلق، وعايزه اقولك ان النتيجه بتبقى هايله جدا جدا. الكزبره بس كتريها، وظبطي التوم بتاعك مع حته سمنه بلدي كده وشويه زيت، واختاري حته لحمه حلوه، هتلاقي الدنيا ماشيه معاكي تمام. والشوربه زي ما بقولك تبقى القلقاسه مستويه بس مش مهريه، في نفس الوقت الشوربه رايقه جدا. الف هنا وشفا.